الكارثة الأكبر في تاريخ ليبيا، إعصار مدمر وانهيار سدود وفيضانات تمحي ربع المدينة والعديد من الأرواح. مشاهد تحبس الأنفاس وصرخات ودعوات ونداءات استغاثة، شهداء ومصابين وجرحى ومفقودين ومشردين. إعصار دانيال، الكارثة الأكبر في تاريخ ليبيا، في حكاية بره المنهج. يوم 5 سبتمبر 2023 تضرب عاصفة السواحل التركية واليونانية. آثار العاصفة في تركيا كانت لا تذكر، أما في اليونان فكانت أغلب الخسائر عبارة عن تهدم بعض الجسور والمنازل والطرق. أما الخسائر في الأرواح فكان وفاة حوالي 15 شخص بسبب العاصفة والفيضان اللي سببتها. وبعد ما ضربت العاصفة اليونان وتركيا تبدأ في تغيير اتجاهها للسواحل الليبية وبالتحديد مدن شرق ليبيا. وبسبب خوف السلطات الليبية من العاصفة الشديدة تقوم السلطات الليبية بإغلاق بعض الموانئ الليبية لمدة 5 أيام لحين انتهاء العاصفة، ويقعد سكان المدن المهددة بالعاصفة في بيوتهم منتظرين وصولها. وكان من الممكن ان اللي حصل في تركيا واليونان يحصل في ليبيا وتبقى الخسائر مش كبيرة، بس اللي كان ما يخطرش على بال حد ان العاصفة تزيد قوتها وتتحول لإعصار أثناء اتجاهها لليبيا. والأخطر من كده إن السدود اللي حمت ليبيا من الفيضانات لمدة أكتر من 30 سنة هتكون سبب إضافي في أكبر كارثة طبيعية في تاريخ ليبيا. ويوصل الإعصار دانيال ليبيا ويضرب مدن الشرق الليبي ومنها مدينة درنا، واللي كانت مصدر الكارثة واللي راح ضحيتها لحد دلوقتي حوالي 5000 حالة وفاة، بالإضافة ل 10,000 من المفقودين. ده غير إن ربع مدينة درنا اختفى تماما وكأنه ما كانش موجود من الأساس. هتقول لي اشمعنى مدينة درنا وإيه اللي حصل في درنا بالظبط؟ هقول لك إن مدينة درنا الليبية وبحكم طبيعتها الجغرافية هتلاقي إن شمالها البحر المتوسط وفي الجنوب سلاسل جبال الجبل الأخضر. وعشان كانت الفيضانات بتضرب مدينة درنا تم عمل سدين لحماية المدينة من الفيضانات. السد الكبير اسمه وادي درنا أبو منصور، والسد الصغير اسمه سد وادي درنا. وبعد اندلاع الثورة الليبية وبعدها الأحداث والمشاكل السياسية والأزمات الاقتصادية اللي مرت بيها ليبيا أدت لعدم الاهتمام بصيانة السدود من سنين طويلة. ده غير المشاكل والعيوب الفنية اللي كانت موجودة في السدود من بداية إنشائها. ومع بداية الإعصار وبسبب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة بدأ مستوى المياه في الوادي بالارتفاع، وبدأ الضغط يزيد على السدين ويبدأ السدين في الانهيار. أكتر من 50 مليون متر مكعب من المية تنزل وبسرعة رهيبة على مدينة درنا عشان تاخد معاها المنازل والمدارس وكل اللي يقابلها في الطريق، لدرجة إن ربع المدينة اختفى. والأهم كان الأرواح اللي خسرتها ليبيا، واللي لحد دلوقتي 5000 قتيل واللي بنحسبهم عند الله من الشهداء، ده غير 10,000 من المفقودين، والحصيلة قابلة للزيادة. عظم النظر عظم النظر، تذكر الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ربي يصبرك، لا اله الا الله. وهنا تبدأ مرحلة الدعم والإغاثة، واللي كان من أغلب دول ورؤساء العالم، بس الدور الأهم والأبرز كان للدول العربية، مصر والجزائر وتونس والسعودية والإمارات وقطر وغيرهم من الدول العربية. وعشان ندي لكل واحد حقه لازم نوضح دور مصر في عملية الإنقاذ والإغاثة داخل ليبيا، واللي بدأ العالم كله يتكلم عنها. وده لأن مصر في خلال أقل من 24 ساعة عملت خطة إنقاذ استخدم فيها الجيش المصري قواته البرية والبحرية والجوية في نفس التوقيت. تقوم العلاقات الدولية على أساس المصالح المشتركة بين الدول بعضها البعض، لكن تلك المصالح تتنحى جانبا حينما يتعلق الأمر بالأشقاء. والبداية كانت بتحرك قافلة مساعدات مصرية بتتكون من 50 عربية إسعاف، فيهم 20 عربية مخصصة للعناية المركزة، وفي 50 عربية كل واحدة منهم مجهزة ان هي تبقى مستشفى ميداني.
ده بالإضافة ل 120 معدة هندسية مخصصة لإزالة آثار الكوارث الطبيعية. ده غير عربيات لنقل الأتربة والمعدات ومولدات للكهرباء ومجموعات لرفع المياه. وفي نفس وقت تحرك القافلة كان في جسر جوي تم عمله بين مصر وليبيا لنقل معدات الإغاثة والمساعدات ويرجع بالمصابين والمنكوبين اللي فقدوا بيوتهم. ده غير إخلاء القوات المسلحة لجثث المصريين اللي كانوا موجودين في ليبيا وتسليمهم لأهلهم. ده بالإضافة لتحرك حاملة الطائرات المصرية مسترال للسواحل الليبية عشان يستقبل المستشفى العائم الموجود فيها مئات الجرحى والمصابين. ده غير الإنزال اللي عملته قوات البحرية على شواطئ ليبيا لإنقاذ المصابين. ده بالإضافة لمعسكرات الإيواء اللي عملتها القوات المسلحة في المنطقة الغربية عشان تستقبل عشرات الآلاف من الإخوة الليبيين اللي فقدوا بيوتهم في الإعصار. وده جزء من دور وواجب مصر التاريخي مع أشقائها العرب. ربنا يرحم شهدائنا في ليبيا والمغرب ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وعاشت الوحدة العربية.